الرباط عاصمة المغرب تقف بفخر على ساحل المحيط الأطلسي. هذه المدينة العريقة تمزج بين التاريخ والحداثة، وهي واحدة من المدن الإمبراطورية الأربع في المغرب. تشتهر الرباط بحدائقها الجميلة ومعالمها التاريخية. يعود تاريخ الرباط إلى قرون مضت. كانت ذات يوم ميناء استراتيجيا. اليوم الرباط مدينة حديثة، وهي موطن للمباني الحكومية الهامة والمؤسسات الثقافية. ماضي المدينة الغني واضح في هندستها المعمارية وثقافتها النابضة بالحياة. يظهر موقع الرباط للتراث العالمي لليونسكو تراثها المتنوع. يشمل هذا الموقع أطلالاً قديمة ومباني حديثة. إنه دليل على إرث المدينة الدائم. أحد أبرز معالم المدينة هو الضريح الملكي. إنه مثال مذهل على الحرفية المغربية ورمز لتاريخ البلاد. يقع الضريح الملكي في محيط هادئ في الرباط. هذه التحفة المعمارية هي دليل على تاريخ المغرب الغني. إنه مثوى ملوك المغرب المبجلين. الضريح مكان فخر وطني كبير. إنه رمز لاستقلال المغرب وتقدمه. تم بناء الضريح عام 1961 بتكليف من الملك الحسن الثاني لتكريم والده الملك محمد الخامس. الضريح وجهة شهيرة للسياح والسكان المحليين على حد سواء. يأتي الزوار لتقديم احترامهم للملوك الراحلين، كما يأتون لمشاهدة الحرفية المعقدة للمبنى. يمثل الضريح رمزاً للملكية المغربية الدائمة. إنه تذكير برحلة البلاد نحو الاستقلال والتقدم. الضريح الملكي مثال مذهل على التألق المعماري المغربي. يمزج بشكل جميل بين الحرفية التقليدية وعناصر التصميم الحديثة. تتألق واجهته الرخامية البيضاء تحت أشعة الشمس المغربية. يعكس تصميم الضريح مزيجاً من الطرز المعمارية. يتضمن عناصر من العمارة المغربية التقليدية. تشمل هذه العناصر أعمال البلاط المعقدة والمعروفة باسم الزليج والجص المنحوت. يتميز الضريح أيضاً بعناصر تصميم حديثة. هذه العناصر تضفي عليه أناقاً خالدة. التصميم الداخلي للضريح مثير للإعجاب بنفس القدر. يتميز بغرفة مركزية تضم قبور الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني. هذه الغرفة مزينة بأعمدة رخامية مذهلة وسقف من خشب الأرز. الضريح تحفة حقيقية للعمارة المغربية. إنه دليل على مهارة وفن الحرفيين المغاربة. القسم الرابع: حراس القبر. يقف الحرس الملكي عند مدخل الضريح. هؤلاء الحراس الذين يرتدون زيهم الأحمر المميز هم رمز للملكية المغربية. يضيف وجودهم إلى جلال الموقع. الحرس الملكي مسؤول عن حماية الضريح، كما أنهم يقدمون احترامهم للملوك الراحلين. يعد تغيير مراسم الحرس مشهداً رائعاً. إنه عرض دقيق وملون للتقاليد العسكرية. الحرس الملكي جزء لا يتجزأ من هوية الضريح. إنهم تذكير بالحضور الدائم للملكية في المجتمع المغربي. يعكس تفاني وانضباط الحرس الملكي الاحترام العميق للملكية المغربية. إنهم رمز للاستمرارية والتقاليد. القسم الخامس: مثوى الملوك محمد الخامس والحسن الثاني. الضريح الملكي هو مثوى اثنين من أكثر ملوك المغرب تبجيلاً، محمد الخامس والحسن الثاني. لعب كل الملكين أدواراً محورية في تشكيل المغرب الحديث. يتم تذكرهم لقيادتهم ومساهماتهم في الأمة. يعتبر الملك محمد الخامس جد الملك الحالي أب المغرب الحديث. قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1956. تميز عهده بجهوده لتوحيد البلاد. خلف الملك الحسن الثاني ابن محمد الخامس وده عام 1961. واصل إرث والده في التحديث والتنمية، كما لعب دورا حاسما في السياسة الإقليمية. تقع قبور كل الملكين داخل الغرفة المركزية للضريح. إنها مكان حج للمغاربة الذين يأتون لتقديم احترامهم.